فيلم جون كارتر. على كوكب المريخ كان في حضارات متقدمه، وكان الناس مفكره ان مفيش عليه حياه، وكان اسمه الحي برسوم. الكوكب كان بيموت بسبب مدينه زودانجا اللي اسمها مدينه الدمار، لانها بتتغذى على طاقه الكوكب وكل اشكال الحياه، والمدينه الوحيده اللي قدرت تقف قدامها هي مدينه هيليوم على مدار الاف السنين، لحد ما بيجي يوم بتحصل حرب شرسه بين المدينتين. وقت ما كان السفن بتحارب بعضها بيظهر ضوء ازرق شكله غريب دمر كل السفن ما عدا سفينه ساب حاكم زودانجا. فبيظهر 3 اشخاص من طائفه اسمها سيرن، وكان زعيمهم اسمه شانج. شانج قرب من ساب وسلمه سلاح قوي يقدر يدمر اي حد بسهوله، فاخد السلاح وضرب عليه، لكن شانج بيصد الطاقه فبيقع ساب على الارض، وكان مفكر ان السلاح ممكن يقضي عليهم. شانج قال له انهم اختاروه علشان يدعموه في حربه لو سمع كلامهم. وعلى كوكب الارض سنه 1881 جون كان بيتمشى في شوارع نيويورك، وكان ملاحظ ان في حد بيراقبه، فحاول انه يهرب منه، فدخل محل علشان يبعت رساله لابن اخوه نيد، وبيقول له فيها انه يروح يزوره في اقرب وقت ممكن. وفعلا نيد بيروح على بيت عمه جون، وبيقابله المحامي بتاعه، وقال له ان عمه مات فجاه ومفيش حد توقع انه ممكن يموت، وقال له كمان انه كتب كل حاجه باسمك. فبيروحوا بعد كده للمكان اللي اندفن فيه، وكان مقفول بباب مش بيفتح غير من جوه. جون كان بيكتب يومياته وكان مانع اي حد يقراها، لكن بعد ما المحامي خرج نيد بدا يقرا يوميات عمه. والقصه بدات من 31 سنه بعد الحرب الاهليه في اريزونا. جون كان بيدور على دهب في الجبال، وكان عنده اعتقاد انه في يوم من الايام هيلاقي كميات كبيره منه. الديون كانت بتكتر عليه لانه كان بيأجر المعدات اللي بيستخدمها. لما راح الحانه للاشخاص اللي كانوا هناك فضلوا يضحكوا عليه لانه مفلس، وبيطلبوا منه انه يخرج بره الحانه، لكن بتحصل خناقه بينهم وبين جون، وطلب من صاحب الحانه انه يجيب له الحاجه اللي هو محتاجها، وكان بيهدده بالسلاح. في اللحظه دي بيدخل اشخاص جايين يقبضوا عليه. جون حاول انه يقاومهم بس بيضربوه وبيغمى عليه. بيفوق بعد كده بيلاقي نفسه مربوط، والعقيد باول بيحقق معاه. جون ضربه اول مره وتاني مره حاول انه يهرب، بس الجنود بيمسكوه وبيحبسوه في الزنزانه. باول كان عايز جون يساعده انه يحارب الهنود الحمر، لكن جون رفض انه يساعده لانه لما ساعدهم قبل كده دفع الثمن لما مراته ماتت. لما بينام جون بيحلم بمراته، واول ما بيفوق بيلاقي نفسه في الزنزانه، فحاول انه يجذب انتباه الحارس بانه يعمل حمام في المكان. مجرد ما الحارس قرب منه جون ضربه وخد منه المفتاح وسرق حصان العقيد وهرب. فبيجروا وراه. بعد دقايق من الجري بيشوفوه واقف مع الهنود الحمر وبيتكلم معاهم. الاثنين كانوا مسلحين، واحد من رجاله العقيد بيضرب نار عليهم فبتقوم حرب بينهم. جون استغل الفرصه علشان يهرب، لكن العقيد بيتصاب فبيرجع تاني علشان يساعده، وبيهربوا هما الاثنين لحد ما بيوصلوا لكهف صغير. الهنود الحمر بيوصلوا لهم فبيشوفوا علامات على الكهف من بره فبيهربوا بعيد. جون دخل الكهف علشان يستكشفه، فشاف الرمز اللي كان بيشوفه لما كان بيدور على الذهب، وفعلا بيلاقي ده في المكان. فجاه بيظهر من وراه شخص من قبيله سيرن فبيهجم عليه، فبيحصل بينهم معركه وضرب عليه نار. جون شاف قلاده معاه مطلعه نور. الراجل وهو بيموت كان بيقول كلام. جون قرر الكلام ده وهو ماسك القلاده، فبيتنقل من الكهف لمكان تاني في وسط الصحراء. جون حاول انه يتحرك بس الموضوع كان صعب بالنسبه له، فحاول اكتر من مره، وبعد شويه رمى السلسله وهو محبط وبدا انه يتحرك، واكتشف انه يقدر يطير لمسافات كبيره وهو ما يعرفش ايه السبب، وانه على كوكب تاني. بعد جري كتير بيوصل لقمه جبل، وشاف مجموعه كبيره من البيض وكانت بتتحرك وبيطلع منها كائنات غريبه. وفي اللحظه دي بيشوف كائنات بتقرب منه وهم راكبين حيوانات غريبه ومعاهم اسلحه. القائد تاركس بيلاقي القلاده وبيهجم على جون وبيضربوا عليه نار، لكن بيقدر يهرب جون في الوقت المناسب. تاركس انبهر بجون لما طار بعيد وامر بوقف ضرب النار، وقرب من جون وحاول انه يتعرف عليه. وبسبب اللغه تاركس فكر ان جون اسمه فيرجينيا. تاركس طلب من جون انه يطير تاني، فجون استغل الفرصه وحاول انه ياخد السلاح، لكن تاركس هجم عليه بسرعه وقبضوا عليه واخدوه معاهم للقبيله بتاعتهم. وفي مدينه هيليوم الاميره ديجا كانت بتجهز نفسها لخطاب هتقول عن اختراعها الجديد. فجاه بيدخل عليها ابوها الملك تاردوس هو والمجلس، وبداوا انهم يتكلموا عن هجوم زودانجا بالسلاح الجديد. الاميره ديجا بتدخل وبتقول لهم انها قدرت تصنع جهاز يقدر يسحب طاقه السلاح، وبدات انها تشرح بيشتغل ازاي. واحد من اعضاء المجلس حاول انه يخرب الجهاز قبل ما يشتغل، فالجهاز بيعطل. فالاميره فكرت انها فشلت. الملك طلب من اعضاء المجلس انهم يخرجوا، وبدا يتكلم مع بنته وقال لها ان الطريقه الوحيده اللي هتوقف الحرب هي ان انت تتجوزي ساب. الاميره اتضايقت جدا من كلامه، لكن الملك ما اهتمش وامر كان انه يجهز الفرح. بعد ما بيخرج الملك الشخص اللي بوظ الجهاز بيكون واقف بره بيراقبهم، واتضح انه من السيرن. ولما بنرجع لجون بعد ما فاق من المخدر بيلاقي نفسه داخل مدينه المخلوقات، فبيحصل خناقه بينهم لما بيفكوا الاطفال الصغيرين، وكل ام بتبقى عايزه تاخد طفل علشان تربيه. بتظهر واحده اسمها سولا علشان تاخد طفل هي كمان، فبتنضرب من واحد اسمه ساركوجا. جون شاف القلاده مع واحد من الكائنات دي، واول ما سولا بتفكه بيطير علشان يرجع القلاده، فبيمسكوا واحد اسمه تال وكان هيقتلوه، بس بيلحقوا تاركس وطلب من جون انه يطير زي ما بيعمل، بس جون بيرفض فبيحبسوه في كهف مع الاطفال. سولا راحت له وشربته مشروب قوي علشان يساعده وبيفقد الوعي. لما بيفوق جون بعد كده بيخاف لما بيشوف حيوان شكله غريب شبه الكلب، فحاول انه يخلع الحديد من ايده وبيهرب من المكان. جون كان بطيء بالنسبه للحيوان لانه كان سريع جدا. كل ما جون بيروح مكان الحيوان ده بيكون جنبه في ثواني. جون بيلاقي صوت عالي في المكان فبيروح عليه وبيلاقي
المخلوقات عاملين حفله، فبيدخل الحيوان في وسطهم وبيبوظ الحفله، فبيهجموا عليه وبيضربوه. جون حاول انه ينقذ الحيوان فنزل وبدا يضربهم وضرب واحد فيهم بكل قوته ومات فيها. الزعيم استغرب من اللي حصل فاتلموا عليه وضربوه قبل ما يضرب حد تاني. لما لاحظوا ان جون فهم كلامهم عرفوا ان سولا ساعدته. تاني يوم الصبح جون كان مربوط في صخره وسولا كانت مربوطه جنبه وباين على جسمها اثار تعذيب. تاركس حذرها انها تتقتل لو عملت حاجه تاني. فجاه بتظهر سفينه ساب وهو بيطارد سفينه ديجا لانها هربت منه علشان مش عايزه تتجوزه، وكانت متنكره وبتحاول توجه السفينه بعيد عنه، لكن السفينتين بيخبطوا في بعض فبتفقد السيطره عليها وبتقع منها، لكن بتعلق فيها في اللحظه الاخيره. جون كان مراقب اللي بيحصل فقرر انه ينقذها، فطار علشان يلحقها قبل ما تقع على الارض. لما السفن بتهبط جون كان بيحارب الجنود اللي عايزين يمسكوا الاميره، ونط على سفينه وضرب بالمدفع على السفينه الثانيه وقدر انه يوقعها. ساب شافه وفضلوا يضربوا في بعض وكان لسه هيقتله، لكن السارك ضربوا نار على السفينه وانقذوا جون في الوقت المناسب فنزل من السفينه. بعد ما الحرب خلصت السارك كرموا جون وبقى محارب وانه هيبقى واحد منهم ويحارب معاهم بسبب اللي عمله، بس هاجوس كان متضايق منه فجون قرر انه يرفض لانه مش عايز يتخانق معاه، لكن تاركس هدده بديجا فاضطر انه يوافق. بعد شويه السارك كانوا بيهجموا على السفن اللي وقعت وكانوا بيسرقوها، وديجا كانت معجبه باللي عمله جون وازاي قدر يطير وطلبت منه انه يدافع عنها وعن شعبها، لكنه كان رافض. فكانت بتتكلم معاه علشان تعرف هو مين. جون كان مستغرب لما ديجا قالت له ان مفيش اي بحر على كوكبهم، فاكتشف جون انه على كوكب المريخ وقال لها انه اتنقل للمكان ده لما استخدم ميداليه وشاور عليها، فخدته معاها لمعبد القبيله وشرحت له ان في طائفه اسمها سيرن بيقدروا يسافروا من خلال بوابه سحريه باستخدام الميداليه بتاعتهم، وقالت لجون انه يقدر يرجع للارض تاني، وهم بيتكلموا بيتقبض عليهم لانهم دخلوا المعبد وما التزموش بالقواعد. تاركس كان غضبان من جون لانه ورث سولا معاه وهتموت بسبب اللي عملته، فبيعرف جون ان سولا تبقى بنت تاركس. تاركس كان بيضرب جون واخدهم هم الثلاثه للخيمه بتاعته واتظاهر انه هيعاقبهم، لكنه رجع لهم القلاده وطلب منهم يهربوا من المكان بسرعه. تال كان شاكك في تاركس. لما دخل الخيمه اكتشف ان الثلاثه هربوا وان تاركس هو اللي ساعدهم على كده واتهموا بالخيانه. بعد ايام من المشي في الصحراء سولا اكتشفت ان ديجا كدبت عليهم وانها واخداهم للمكان الغلط، فاعترفت انها رايحه لمدينه هيليوم علشان يساعدوا شعبها. جون كان متضايق من تصرفها وقرر انه يغير طريقه ويسيبها لوحدها. ديجا كانت بتتوسل لجون علشان يساعدها فبتقع على الارض واعترفت ان البوابه مش موجوده، لكن جون كان متاكد ان الكهف حقيقي. في اللحظه دي ساب عرف مكانها فقرر انه يروح وراها، وبعد شويه بيوصل الثلاثه لبحيره مقدسه وبيلاقوا هيكل كبير ضخم، فجون بياخد ديجا وبيطلع على الهيكل ده وفجاه الميداليه بتاعته بتنور وبتظهر بوابه قدامهم فبيدخلوا فيها لحد ما بيوصلوا المكان يقدروا يحطوا فيها الميداليه، فبيظهر رسمه بيبين النظام الشمسي، وليزر ساب بيبقى شبه رمز العنكبوت اللي جون شافه في الكهف على الارض، فبيكتشف جون انه نسخه من نفسه اتنقلت من الارض للمريخ. ديجا عرفت ان طائفه سيرن ساعدوا ساب واتاكدت ان جون من الارض فعلا، فحاولت انها تقنعه انه يروح معاها لمدينه هيليوم. في اللحظه دي بيوصل جيش من السارك وكان معاهم شانج وكان متنكر انه واحد منهم. بسرعه جون اخد ديجا وهرب بعيد عنهم، بس السارك كانوا بيجروا وراهم. جون افتكر لما رجع بيته ولقى البيت متدمر وعيلته ميتين، فقرر انه مش هيخسر حد تاني وطلب من ديجا انها تهرب وهو هيعطل السارك ويحاربهم. وفعلا جون حارب السارك لوحده لحد ما بتوصل سفينه تبع الهيليوم وبدات انها تضرب نار على السارك. بيوصل لملك تردس وكان معاه ساب كان بيتظاهر انه قلقان على الاميره، وعلشان يثبت ده طلع سيفه واداه لديجا، لكن ديجا كانت هتقتله لكن بتستسلم وبتقرر توافق على الجواز من ساب علشان شعبها، فبتتحرك السفينه واخدوا جون معاهم. وفي الوقت ده سولا كانت مستخبيه تحت التراب. بعد ساعات جون بيفوق بيلاقي نفسه في اوضه مليانه حراس، فبيدخل عليه جند من جنود ديجا وطلب من جون انه ياخده رهينه علشان يعرف يخرج من وسط الجنود، وفعلا بينجحوا انهم يهربوا. وطلب من جون انه يطير لبرج ديجا، ولما بيوصل لاوضه ديجا طلبت من جون انه ينقذ شعبها لكنه كان رافض، فطلعت القلاده ورجعتها لجون وكانت بتعلمه ازاي يستخدمها علشان يرجع لبلده، فبدا انه يقول وراها، لكن فجاه بيدخل الحراس الاوضه. جون كان هرب في الوقت المناسب لكن ديجا فكرت انه رجع لبلده بس كان مستخبي في السقف. جون وهو بيحاول يهرب بيظهر شانج وكان متخفي وقدر انه يسيطر على جون وخده بعيد عن القصر. شانج كان يعرف كل حاجه عن كوكب الارض فبدا انه يحكي لجون واخده وراح علشان يشوف موكب الاميره، وقال لجون انه ديجا هتموت بعد الحفله. شانج قال لجون ان طائفه سيرن موجوده في كل مكان وكانوا موجودين على الارض وهم يقدروا يتحكموا في التاريخ، فاخد جون لمكان الطيارات علشان ينقلوا المكان بعيد عن المدينه، لكن بتظهر وولا في الوقت المناسب وهجمت على شانج وقدر جون انه ينقذ نفسه وسرق القلاده منه وركب طياره وحاول انه يطير بيها ويطلع بره المدينه، لكن بيطلع وراه الحراس، فبدات سولا انها تضرب نار عليهم وقدرت انها توقعهم. جون كان عايز ينقذ ديجا لكن مش هيقدر يعمل حاجه لوحده وكان لازم يرجع للسارك علشان يطلب منهم المساعده، فقالت له سولا ان شعبها مش بيطيروا، لكن جون اجبرها انها ترجع معاه. ولما وصلوا للقريه اتقبض عليهم لان هاجوس هو اللي كان مسؤول في الوقت ده، فحبسوه في زنزانه واكتشفوا ان تاركس محبوس هو كمان. تاركس كان متضايق علشان ميت وسولا رجع تاني فحاول انه يضرب جون لكنه كان ضعيف، وبعد لحظات بيخرج جون وتاركس للحلبه علشان يحاربوا قرد ضخم. سولا كانت بتتفرج عليهم من فوق واجبرها انها تشوف ابوها وهو بيموت، لكن بتنزل معاهم في الحلبه وبتجري على ابوها. جون كان بيحاول انه يطير بعيد بس كان الموضوع صعب لانه كان مربوط بسلاسل، فكان بيحاول انه يتفادى القرد وقدر انه يكسر الصخره وقتل القرد. ولما حاول القرد التاني انه يهجم عليه جون اخذ السيف من الارض وقدر انه يقتله، فبدا الجمهور انه يهتف باسمه وطلب انه يتحدى هاجوس لكنه كان رافض، فالجمهور فكروا بقواعد القبيله. هاجوس اتعصب ونزل علشان يهجم على جون فبيقطع راسه بسرعه. الجمهور كان مبسوط فبدا جون انه يطلب مساعدتهم علشان ينقذ الكوكب، فكانوا متحمسين جدا انهم يروحوا معاه. في الوقت ده حفل الزفاف كان بدا وكان جون رايح لمدينه زودانجا ومعاه السارك، فلقى المدينه فاضيه لان الحفله كانت في مدينه هيليوم،
تاركس ضرب جون لانه غلط وراح للمكان الغلط وانهم مش هيوصلوا في الوقت المناسب، وعلشان شعب ستارك بيخاف من الطيران اضطر جون انه يروح لوحده. وبعد شويه وصل جون لمدينه هيليوم وقدر انه يعدي من الحراس لانهم لما شافوا الطياره فكروا انه شخص تبعهم. في الوقت ده مراسم الزواج كانت قربت تخلص وديجا كانت هتتجوز ساب خلاص، فبيقتحم جون المكان وقدر انه يوقف المراسم وقال لديجا ان المكان كله متحوط بحراس زودانجا علشان يهجموا على هيليوم مجرد ما الجواز يتم. لكن ساب بعت اشاره لجيشه علشان يقتحموا هيليوم وحاول يهرب ومعاه ديجا، وبدات معركه شرسه بين زودانجا وهيليوم. ديجا حاولت انها تهرب من ساب فضربته ووقعت، فلحقها جون في الوقت المناسب وبدات تحارب مع جون ضد ساب وجيشه. ساب كان قرب يكسب المعركه لكن فجاه في سفينه بتدخل في القصر وبنعرف انهم السارك بعد ما قرروا اخيرا انهم ينضموا للمعركه ويقدروا انهم يدمروا جيش زودانجا. شانج اتقلب على ساب وقتله لما حس انهم بيخسروا وبيهرب من المكان وبتنتهي المعركه. فبيقرر جون انه يفضل على الكوكب مع حبيبته ديجا ويتجوزها، وقرر انه يتخلص من القلاده. وهو راجع لاوضته قابله حارس وكان بيشكره انه انقذ المدينه، بس اتضح انه شانج. ومجرد ما لمس جون وقال التعويذه رجع للارض تاني. لما فاق كان لسه موجود في كهف الذهب بعد ما عدى سنين، وكان الشخص اللي معاه اتحول لهيكل عظمي. فحاول انه يستخدم التعويذه علشان يرجع تاني بس مفيش فايده. جون فضل سنين يبحث عن قلاده علشان يرجع للمريخ، وبعد بحث كتير قدر انه يوصل لواحده، بس كان عارف ان السيرن كانوا بيراقبوه فقرر انه يعمل نفسه مريض واستخدم سم علشان يبان انه مات. فبينقلوا المكان كان مجهزه ومش بيفتح غير من جوه، وكان سايب لنيد مذكراته علشان يعرف الحقيقه. نيد جري على الاوضه وقدر انه يفتح الباب بس اتفاجئ ان جون مش جوه وظهر وراه السيرن، وقبل ما يهجم عليه اتقتل برصاصه. فبيخرج جون وشرح لنيد انه كان مستخدمه طعم علشان يقبض على السيرن وبياخد القلاده منه، واتضح انه ما كانش لقى القلاده وكان كل ده علشان يوصل للسيرن. فطلب من نيد انه يحمي جسمه وبيدخل الاوضه تاني وبيقفل عليه وبيقول التعويذه وبيرجع للمريخ تاني. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.